السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيلم اليوم يبدأ في المغرب مع شخص كان يسوق سيارته بسرعة عالية، وفجأة تعطلت سيارته وقرر أن يصعد فوق جبل، حيث قام بحفر حفرة صغيرة ووضع فيها الحقيبة، ثم قام بوضع علامة قبر. وبعد أن عاد إلى سيارته أمسكت به الشرطة، ثم دخل إلى السجن، وبعدها خرج من السجن وركب في سيارة أجرة ثم عاد إلى الثل، حيث وجد أن المكان الذي دفن فيه الحقيبة أقيم فيه ضريح، وهذا الضريح لشخص يسمى السيد المجهول. ثم وجد أن المكان تغير كثيرا، فلما وصل إلى المكان بدأ ينظر إلى من حوله، ثم بعد ذلك قصد فندق. وجد أن صاحب الفندق يقرأ القرآن ولا يعري أي اهتمام، ولكن بعد أن انتهى صاحب الفندق من قراءة القرآن ومن الدعاء سأله حول ما يريد، فقال له الشخص الغريب بأنه يريد استئجار غرفة، فطلب منه مبلغ 150 درهما، لكن الشخص الغريب لم يكن لديه المبلغ كاملا، فتحجج بأن حقيبته قد ضاعت منه، لكن بدأ يمثل بأنه يبحث. فجاء شخص آخر فدفع المبلغ عوضا عنه، فبالتالي غادر الشخص الغريب إلى غرفته، لكنه صادف مجددا ذلك الشخص الذي دفع عنه المال، فسأله هل هو مريض، فقال له أنه ليس مريضا، وقال له بأن كل من يزور هذا المكان يأتي من أجل الشفاء، فقال له بأنه باحث. دخل الرجل الغريب إلى غرفته وبدأ ينظر إلى المرآة، وفجأة نظر من النافذة فوجد أنه لمح ناحية الضريح، فوجد أن هناك شخصان يتكلمان. حينما نظر من الشباك وجد أن هناك شخصان يتحدثان، واحد اسمه خالد والآخر اسمه إبراهيم، فطلب منه أن يؤدي هدية إلى أبيه. فجأة حينما رآهم الغريب أغلق النافذة، كانت عبارة عن سجادة صلاة، فشكره ابن إبراهيم. بعد ذلك يذهب ابن إبراهيم إلى الصحراء حيث يقابل والده، وفجأة وصل شخص غريب ثم قصد المستوصف، فتح له رجل فقال له بأن العيادة لا تشتغل لأن الطبيب غير موجود، وفجأة قال له بأنه هو الطبيب. وفي المساء كان هناك لص يريد أن يسرق بعض العمل النقدية بالقرب من الضريح، لكن الحارس رآه، ولكن أراد اللص أن يلهيهما بإلقائه لحجرة. وفجأة جاء الغريب فقبض عليه ونادى الحارس الذي جاء بكلبه، ثم اتصل بالشرطة، فغادر الرجل الغريب المكان ليعود مرة أخرى. ذهب الحارس إلى بيته ليوقظ ابنه، وفجأة جاء الابن ليريد أن يمسك بالطعام، فمنعه الوالد، فطلب منه أن يأخذ الطعام للكلب. فخرج الابن ليرعى بعض الأغنام في الصحراء رفقة الكلب. بعد لحظات يفتح الطبيب المستوصف فيطلب من الطبيب أن يدخل المرضى، وجاءت سيدة عجوز التي كانت تشتكي من صداع، فيسألها الطبيب من متى وهي تحس بذلك الصداع، يخبره بأنها تحس به منذ 20 سنة. لذلك دخلت أكثر من امرأة لا تشتكي من أي شيء. الطبيب يعطي للممرض العديد من علب الدواء للنساء من أجل الذهاب ومن أجل أن ينصرفن من العيادة. لما لاحظ الطبيب وجد أن جميع المرضى هم من نساء، فسأله هل هناك رجل في القرية، فأخبره الممرض بأن النساء بعض منهم يذهب إلى الضريح والبعض الآخر يأتي إلى العيادة. فقال له هل فعلا يتم شفاؤهم بعد أن يذهبن إلى الضريح؟ فقال في بعض الأحيان نعم، وفي بعض الأحيان لا ينقص الألم. وقال له بأن النساء في المدينة يأتين إلى العيادة من أجل الاستمتاع بالوقت ومن أجل النزهة. في مكان آخر في المدينة قرر الشخص المجهول أن يذهب إلى الحلاق، ثم قابل ذلك الشخص الذي ساعده في الفندق، فجلس الشخص الغريب ليحلق شعره بعد أن سمح له الرجال بأن يأخذ دورهم، فبدأ يتحدث، فسأله الحلاق عن السبب الذي جاء من أجله، فقال بأنه جاء ليبحث عن طبيعة الصخور. ثم فجأة جاء الحارس، حارس الضريح، فبدأ يتحدث عن أشياء كثيرة، فقال بأنه يوم أمس قبض على رجل ضخم وأنه قام باقتياده وأنه انهال عليه ضربا. وبدأ الشخص الغريب يتعجب من كثرة الكذب الذي ينبع من هذا الحارس.
انتهى الشخص الغريب من الحلاقة عاد إلى الفندق، ثم اتصل الشخص الغريب بشخص آخر يطلب منه المساعدة. ولما وصل المساعد فذهب للبحث عن مكان الحقيبة، ولكن فجأة رأى بالمنظار أن هناك شخص آخر يتحرك في الضريح أو بجانب الضريح، فطلب منه أن يعود. وكان ذلك الشخص هو لص قام بسرقة اللوحة المكتوب فيها ضريح السيد المجهول. وكان في تلك الأثناء الطبيب جالس لوحده يشاهد التلفاز، وحينما أحس الطبيب بالملل قرر أن يذهب عند صاحبه الممرض، وفجأة طرق عليه الباب فوجد أنه يرتدي ملابس سوداء، فسأله عن السبب لكن الممرض لم يجيبه. وفجأة دخل إلى البيت فلاحظ الطبيب أن هناك لوحة مكتوب عليها ضريح السيد المجهول، فسأل الطبيب الممرض عن السبب فقال له بأنه سرقها من الضريح، فأخبره الطبيب أنه لن يبلغ عنه. فجأة كان السيد الغريب يفكر مع صديقه عن خطة يستطيع من خلالها أن يسترجعوا الحقيبة دون أن يتم القبض عليهم. ثم اقترح المساعد على الغريب بأن يقوم بحرق القرية أو يقوم بقتل الحارس، لكن الشخص الغريب لم يعجبه الفكرة، وقرر أن يقف بسيارته بجانب الطريق. وحينما حينما جاء كلب الحارس ضربه الشخص الغريب بالسيارة، فحمله أهل القرية إلى الطبيب. وفجأة كان أصحاب القرية جد قلقين من الحارس لأنه سمح بأن تسرق منه لوحة الضريح. وبعد ذلك يأخذ الحارس كلبه للطبيب فيطلب منه أن يعالجه، ويقول له بأنه لا يملك سواه. فبدأ الطبيب يعني يفحص في الكلب، وكل أهل القرية ينتظرون رفقة الحارس بأن يشفى الكلب. وفجأة جاء الحارس فقام بالصراخ على ابنه وحمله المسؤولية، فكان الكلب قد تعرض لكسر. ففرح الحارس بأن صاحبه لم يمت، ولكنه حمل المسؤولية لابنه. وفي تلك الأثناء كان الغريب ومساعده يناقشون الأمر، وهم مستاءون من فشل الخطة وبأن الكلب لم يمت. ووبخه الغريب بأنه تصرف بأنانية وأنه لم يستشر معه، وبدأ يتحدثان في طريقة أو خطة أخرى لسرقة الحقيبة. في هذه الأثناء كان إبراهيم يصارح أباه بأنه يريد أن يغادر إلى المدينة ليشتغل فيها، فقال له الأب بأنه سيضيع وقته في المدينة وأنه لن يفعل شيئا ينفعه فيها. وبعد ذلك سمح الأب لابنه بأن يذهب إلى المدينة لأنه تأثر كثيرا. وفي اليوم التالي كان الأب حزين جدا وهو يتجول في حقله، وفجأة التحق به ابنه وشخص آخر، فقرر أن يصلي صلاة الاستسقاء وأن يطلب من الله عز وجل أن ينعم عليهما بنعمة المطر. فكان ذلك ما حدث. فبعد نهاية الصلاة قام بالدعاء بنزول المطر. وفي الليلة سمع الأب صوت الرعد، فطلب من ابنه أن يستيقظ لسماعه، لكن الابن لم يكترث لأن المطر لم ينزل منذ 10 سنين. وفي اليوم التالي غادر الأب وابنه إلى الحقل فلم يجدا أي مطر، فشرب الأب الماء قليل من الماء. وفي تلك الأثناء كان الحارس مستاء جدا من إصابة كلبه، وكان متوترا جدا. وبعد ذلك كان الغريب ومساعده يستعدان لتنفيذ خطة للهجوم على الضريح وسرقة الحقيبة، غير أن مساعد الغريب قرر أن يتوقف عن تنفيذ الخطة لأنه كان يشعر بنوع من الخوف. في اليوم التالي ذهب الحارس إلى الحلاق ليطلب منه مساعدته في صناعة أسنان لكلبه لأنه لا يملك غيره، وقال له الحلاق بأن المبلغ سيكون غاليا جدا، فوافق الحارس على دفعه بعد أن ينتهي الحلاق من صناعة الأسنان. فذهب الحارس ليجمع بعض الأموال بعد أن طلب منه الحارس أن يجمع بعض الأسنان من الكلاب الضالة ليصنع بعض الأسنان للكلب. وبعد ذلك وفي الليل جاء الحارس ومعه كل الأموال التي يريد أن يدفعها للحلاق، فقال له بأنه سيدفع له البقية بعد أن يبيع أول قطعة أرض. وفي تلك الأثناء كان الغريب والحارس يخططان لسرقة الحقيبة، وفي اليوم الموالي انتهى الحلاق من صناعة أسنان للكلب وكانت كلها ذهبية. وبعد ذلك أخذوا إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وكان أهل القرية ينتظرون نجاح العملية. وفي تلك الأثناء كان إبراهيم مكتئبا من عدم نزول المطر، وكان ابنه يريد أن يواسيه وكان يطلب منه أن يتناسى الأمر. وفي هذه الأثناء كان أهل القرية قد فرحوا جدا بنجاح العملية للكلب، وكانوا سعداء جدا بنجاحها.
في هذه الأثناء مات إبراهيم، لكن ابنه كان حزينا عليه فقرر أن يزوره في قبره وأن يترحم عليه. وفي هذه الأثناء تهاطلت الأمطار ففرح ابن إبراهيم، لكنه في نفس الوقت كان حزينا ومستاء من وفاة والده تحسرا بسبب الجفاف، فقرر أن يفجر الضريح لأنه كان سببا في موت والده، وذلك ما فعل. وفي تلك الأثناء كان الشخص الغريب يبحث عن حقيبته، وفجأة انفجرت القنبلة في وجهه فأغمي عليه، فسمع صوت سيارات الإسعاف. ففجأة عثر ابن إبراهيم على حقيبة مملوءة بالأموال فسحبها وغادر المكان. وفي اليوم الموالي قرر ابن إبراهيم أن يقوم بإعادة ترميم الضريح، وذلك ما فعل وسماه ضريح السيد إبراهيم نسبة إلى أبيه. وفي هذه الأثناء عاد كل من في القرية من المدينة إلى قريتهم بعد أن تهاطلت الأمطار، وأصبحت القرية مشهورة جدا وزارها السياح. وفي هذه الأثناء كان الغريب تائها في الصحراء من دون هدف. إلى هنا تنتهي قصة فيلمنا، نتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودعمنا كذلك لنستمر إن شاء الله في نشر المزيد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في ملخص جديد مع فيلم آخر إن شاء الله.